عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا سنة تالتة. النهاردة هنبدأ بقى نشرح في تفاعلات جديدة، وهي تفاعلات الأكسدة والاختزال. تفاعلات إيه وإيه؟ تفاعلات الأكسدة والاختزال. يعني إيه تفاعلات أكسدة واختزال؟ يعني إيه تفاعلات أكسدة واختزال؟ تعال نعرف يعني إيه تفاعلات أكسدة واختزال. بص، إحنا هنجيب أنبوب، وليكن الأنبوبة يعني مش راضية تكتب ليه؟ بسم الله. مش راضية تكتب، ماشي مش مهم، هيكتب إن شاء الله. هنجيب أنبوب أهي. بص بقى يا سيدي، الأنبوبة ديت هنحط فيها أكسيد النحاس الأسود اللي كان طالع من الانحلال الحراري أصلا. حلو، سي يو او، أكسيد النحاس اللي لونه إيه؟ أسود. حلو يا مستر. أكسيد النحاس اللي لونه أسود ده هنعمل فيه ايه؟ هنمرر عليه غاز الهيدروجين. حلو، يبقى هندخل غاز الهيدروجين من هنا، واول لما ادخل غاز الهيدروجين اروح مسخن على طول السي يو او. حلو، وانا بمرر غاز الهيدروجين. يا ترى ايه اللي هيطلع؟ ايه اللي هيطلع مثلا يا مستر؟ تعال نشوف ايه اللي هيطلع بالظبط. طيب، انا عندي، انت بتقولي دلوقتي ماده زي السي يو او، ودي ماده لونها اسود. حلو. الماده اللي لونها اسود من السي يو او دي اتفاعلت مع الهيدروجين او دخلت لها هيدروجين. حلو، في وجود مين؟ الحراره. انا كده كده بسخن صح؟ في وجود مين؟ في وجود الحراره. طيب، اول لما انت تسخن بالحراره او تديها حراره، ايه اللي يحصل؟ يقوم السي يو او دي، السي يو او تقوم متكسر الروابط اللي ما بينها، ما بين السي يو والاو. ما انت مديها حراره بتسخن، فالروابط تبدا تتكسر. يقوم مين بقى وهو واقف عمال بيتفرج، يلاقي الاكسجين كده ايه، عماله تتكسر من السي يو، يروح خاطف الاكسجين من السي يو ويطلع H2O اللي هي ميه، زائد مين بقى؟ السي يو تطلع حزينه مش معاها الاو، فتطلع سي يو. معنى كده ان هي طلعت سي يو لوحدها خالص، طالما اتحولت يعني بقت مليون الاسود اكسيد الحديد الاسود، طلعت على طول لما فقدت الاكسجين للسي يو اللي هو الفلز، فبقى لونها احمر. بقى لونها ايه؟ لونها احمر. ماشي يا مستر، انا خدت المعادله، انت عايز تفهمني ايه برضو؟ هقول لك. ال H2 لما هي خدت الاكسجين من السي يو خدتها كده اهوت، لمحتها فخدتها، حصل لها عمليه هنا اسمها عمليه اكسده. عمليه ايه؟ اكسده. بمجرد يا مستر ان هي خدت اكسجين حصل لها عمليه اكسده. ما احنا كده بقى يا استاذ، ان اي ماده او اي حاجه في الدنيا اكتسبت اكسجين او خدت اكسجين يحصل لها عمليه اكسده على طول. ولا برافو، حلو قوي. حلو، انت كده وصلت لحته سليم. يبقى ال H2 انا اكتسبت منها مين؟ اكتسبت ال H2، قصدي اكتسبت الاكسجين فحصل لها عمليه اكسده. فاي حاجه في الحياه اكتسبت اكسجين او زاد الاكسجين بالنسبه لها، فهي حصل لها عمليه اكسده. ازاي يا مستر بتقول لي زاد الاكسجين؟ ما هي كانت هيدروجين واحده دخل عليها اكسجين، يعني زاد الاكسجين، يعني خدت اكسجين، كان عندها صفر من الاكسجين فخدت اكسجين فبقت عندها اكسجين فيحصل لها عمليه اكسده. برضه يا مستر انا مش فاهم يعني ايه زياده. هقول لك. دلوقتي انا لو عندي سي او وده اول اكسيد الكربون، لو انا فعلته ب O2 خد هو الاو وسي او 2 ثاني اكسيد الكربون، معنى كده ان هو خد او، يعني زاد نسبه الاكسجين. طالما زاد نسبه الاكسجين فالسي او حصل له عمليه اكسده. معنى يا مستر كده ان عمليه الاكسده هي عمليه كيميائيه. عمليه ايه؟ كيميائيه تؤدي الى زياده نسبه الاكسجين، تؤدي الى زياده نسبه الايه؟ الاكسجين. حلو، يبقى انا فهمت ان عمليه الاكسده هي عمليه تؤدي الى زياده نسبه الاكسجين. حلو. طيب، دايما الاكسجين والهيدروجين عكس بعض. حلو، يعني ايه؟ يعني الاكسجين نقص، الهيدروجين يزيد.
ولو الاكسجين زاد الهيدروجين يقل. يعني ايه؟ يعني الهيدروجين ده بيكون عكس الاكسجين. الايه؟ الاكسجين. حلو حلو. يعني يا مستر كده اي ماده بتكتسب اكسجين او بيزيد عندها نسبه الاكسجين بيحصل لها عمليه اكسده، صح؟ صح. اذا انت بتقول لي هو عكس الهيدروجين عكس الاكسجين، فلما الاكسجين زاد الهيدروجين يحصل له يقل. يبقى لو الماده نقص منها هيدروجين اذا يحصل لها عمليه اكسده برضه، يحصل لها عمليه ايه؟ اكسده. حلو. يبقى انا دلوقتي فهمت حاجه حلو، ان الاكسده هي زياده نسبه الاكسجين او تقليل الهيدروجين او نقص نسبه الهيدروجين. يبقى معنى كلمه اكسده ايه بقى يا استاذ؟ الاكسده هي العمليه او هي عمليه كيميائيه يتم فيها زياده نسبه الاكسجين او نقص الهيدروجين او نقص الايه؟ الهيدروجين او نقص الايه؟ الهيدروجين. اذا الهيدروجين هنا حصل لها عمليه اكسده، حصل لها عمليه ايه؟ اكسده. طيب حلو. عكسها بقى، عكسها السي يو او مش كان معاها اكسجين؟ طلعت لوحديها بره، سي يو لوحديها حزينه فقد منها اكسجين، انتزع منها الاكسجين، اذا حصل لها عمليه اكسده. اذا قصدي حصل لها عمليه اختزال، سوري اختزال. مستار اختزال يعني الاكسجين قلت، يعني الهيدروجين زاد، يعني الهيدروجين ايه؟ زاد. فالاكسده لما بيحصل قصدي فالسي يو او لما فقدت الاكسجين او قل نسبه الاكسجين عندها حصل لها عمليه اختزال، وطالما قل الاكسجين يعني زاد الهيدروجين. انا لو جبت ماده وزودت لها هيدروجين يحصل لها عمليه اكسده ولا اختزال؟ اختزال يا مستر. زودت لها اكسجين يحصل لها عمليه اكسده ولا اختزال؟ اكسده. حلو حلو. السي يو حصل لها عمليه اختزال، حصل لها عمليه ايه؟ اختزال. اذا عمليه الاختزال هي عمليه كيميائيه يتم فيها نقص نسبه الاكسجين او زياده نسبه الهيدروجين. فهمت يعني ايه اكسده ويعني ايه اختزال؟ فهمت يا مستر يعني ايه اكسده ويعني ايه اختزال. حلو. طيب السي يو او اللي انت لسه بتكلمني عليها، صح؟ هي اصلا كانت معاها الاو وابتدت بالحراره ان الاو ديت تنفك منها، فالاو خدتها الهيدروجين. اذا الهيدروجين دي جايبه الاو بتاعتها من مين؟ من السي يو او. اذا السي يو او دي كانت السبب اصلا ان الهيدروجين يحصل له عمليه اكسده، صح؟ ما هو الا السي يو او ما كانش الهيدروجين يحصل له عمليه اكسده. اذا السي يو او كانت السبب اصلا ان الهيدروجين يحصل لها عمليه اكسده. اذا السي يو او هسميها عامل مؤكسد. عامل ايه؟ مؤكسد. هو اللي اكسد الاتش 2، هو اللي اداله الاو علشان يبقى اتش 2 او، صح؟ ما هو لولاها ما كانش هيتاكسد، فهو بسميه عامل مؤكسد. عامل ايه؟ مؤكسد. حلو بيأكسد. طيب الهيدروجين بقى الحزينه دي لما خدت الاكسجين حصل لها عمليه اكسده وبقى السي يو او عامل مؤكسد. عامل ايه؟ عامل مؤكسد. طيب الهيدروجين دي مش هي اللي خدت الاكسجين من السي يو اصلا؟ هي اللي خدتها من السي يو، هي اللي خدتها من الايه؟ من السي يو. يعني هي اللي خلت السي يو او يحصل لها عمليه اختزال. ما هو لولا الهيدروجين لو ما كانتش خدت الاكسجين ما كانش حصل اصلا للسي يو عمليه اختزال. عمليه ايه؟ اختزال. علشان كده بسمي الهيدروجين ده عامل مختزل. عامل ايه؟ مختزل. يعني مختزل يعني بيختزل. بيختزل. حلو. يبقى السي يو او لولا ان لو ما فيش هيدروجين ما كانش هيحصل عمليه اختزال. هيدروجين خد منها الاكسجين فعشان كده عمل لها عمليه اختزال، اختزلها فحصل لها عمليه ايه؟ اختزال. مين بقى اللي لقطها؟ مستر ان دلوقتي الاكسده اللي بيحصل له عمليه اكسده اذا هو عامل مختزل. بيختزل مختزل. حلو. واللي بيحصل له عمليه اختزال
الاختزال، اذا هو عامل مؤكسد، وخلي بالك هو عامل يعني فاعل، هو اللي عمل مش اللي اتفعل، يعني مش مفعول. فاهم يعني ايه؟ يعني ما اقولش مثلا عامل مختزل، عامل ايه؟ مختزل، يعني مش هو اللي حصل له الاختزال، لا هو عامل مختزل، يعني هو اختزل. حلو فاهم. خد بالك من دي. يبقى انا فهمت ايه هي عمليه الاكسده، وايه هي عمليه الاختزال، ومين هو العامل المؤكسد، ومين هو العامل الاختزال، مين العامل المختزل. يبقى انت دلوقتي لو قلت لك ايه هو العامل المؤكسد، هتقول لي ايه؟ هي الماده. العامل المؤكسد ده، العامل المؤكسد ده ادى للهيدروجين او، يبقى هي الماده التي تمنح هيدروجين او تاخد الاكسجين، قصدي هي بص معلش انا اسف. العامل المؤكسد ده ادى للايه؟ السي او، ادى الهيدروجين او، ادى الهيدروجين ايه؟ او، فمعنى ان هو اداها اكسجين، يبقى العامل المؤكسد هو الماده التي تمنح اكسجين او تمنع الهيدروجين، او هي تاخد الهيدروجين كده. تمنع الهيدروجين. يبقى العامل المختزل هو ايه بقى؟ العامل المختزل H2 هو عمل ايه؟ H2 خد O، يبقى هي الماده التي تاخذ الاو او ايه؟ تطلع هيدروجين. الحاجه عكس الثانيه، الحاجه عكس الايه؟ عكس الثانيه. فهمت ايه عمليه الاكسده وعمليه الاختزال؟ عارف بقى اللي انا كنت عمال اقوله لك ده كله، ده اسمه مفهوم قديم، اسمه مفهوم ايه؟ مفهوم قديم. مفهوم ايه؟ مفهوم قديم. مفهوم ايه؟ مفهوم قديم. حلو. انا فهمت دلوقتي ان ده مفهوم قديم. طيب في مفهوم حديث بقى مستر؟ اكيد العلماء مش هيبقوا ساكتين، احنا لازم نبسط المعلومه احسن من كده. حلو. فتعالى بقى اقول لك ايه اصلا هو المفهوم الحديث. طيب المفهوم الحديث، بص هات اي عنصر، هات اي ايه؟ عنصر، وليكن مثلا ال N A ستار ان ايه؟ يعني 2 8 1. انا قايل لك ان ال ان ايه دي بتميل ان هي تفقد الكترون، فلما تفقد الكترون بتبقى 2 8 بس. حلو. عارف العمليه دي بسميها عمليه ايه؟ بسميها عمليه اكسده. يعني ايه يا مستر؟ انت بقى استنتجتها. يعني لو اي ماده فقدت، اي ماده حصل لها عمليه فقد الكترون، يبقى عمليه اكسده بالظبط. يبقى الاكسده هي عمليه بيتم فيها فقد الكترون او اكثر، ده بالمفهوم الحديث ولا القديم؟ الحديث. يبقى الاكسده هي العمليه التي تفقد الكترون او اكثر. طب ما انا واخد في المفهوم القديم ان لو حصل له عمليه اكسده يبقى عامل مختزل، فالعمليه او العامل بيكون عكس العمليه، بيكون عكس الايه؟ العمليه. صح يا مستر. يبقى اللي بيحصل له عمليه اكسده هو هيبقى عامل مختزل. عامل ايه؟ مختزل. حلو مستر. انا عندي معلومه حلوه، انا عارف ان انت هتقولها. مش اي فلز في الحياه بيفقد. طب ما هو طالما اي فلز في الحياه بيفقد، فهو اي فلز بقى يحصل له عمليه اكسده، صح؟ طب ما هو اي فلز بيحصل له عمليه اكسده، فاذا كل الفلزات عوامل مختزله، عوامل بتختزل، صح؟ صح. انت فاهم. خلاص استنتجتها، بس فهمتها. يبقى اي فلز بيحصل له عمليه اكسده، واي فلز فهو عامل مختزل. حلو. يبقى الأكسدة هي العملية التي يتم فيها فقد إلكترون أو أكثر. طيب عندك عنصر زي السي ال، فهمتها؟ بص مستار 2 8 1 هيميل ان هو 2 8 قصدي 7 هيميل ان هو يكتسب الكترون، فيبقى 2 8 معنى كده بيكتسب الكترون، فهو هتلاقي عكس عمليه الاكسده، فهو حصل له عمليه ايه؟ اختزال. يعني كده يا مستر اي عنصر بيحصل له عمليه اختزال، يبقى عمليه الاختزال بالمفهوم الحديث يا مستر ان هي اي ماده بيحصل لها، هي العمليه اللي بيتم فيها اكتساب الكترون بالظبط. مستر ايه؟ طب ما هو اي لا فلز بيميل ان هو يكتسب الكترون. ما احنا كده يا مستر ان اي لا فلز بيحصل له عمليه اختزال. طيب طالما بيحصل له عمليه اختزال فهو عامل مؤكسد. عامل ايه؟ مؤكسد. يبقى كل اللافلزات هي عوامل مؤكسده يا مستر. كل اللافلزات عوامل مؤكسده. طيب فهمت المفهوم القديم، فهمت المفهوم الحديث. طيب مستر يعني ايه برضه المفهوم الحديث؟ هيجي لي ازاي؟ هيجي لك عادي حبيبي ان ايه؟ فعلت مع السي ال هيطلع لك ايه؟ ان اي سي ال.
ستوب ايه ستوب ايه الان ايه هي فقدت الالكترون فحصل لها عمليه اكسده بقت ان ايه موجب سي ال سالب. طب ما السي ال حصل لها عمليه اختزال فبقت سي ال سالب. مستر ما انا عارف اصلا. طب ما انا عارف ما انت لسه قايل لي. لو جالي معادله شبه دي كده او معادله بقى انا مش عارف اصلا مين اللي حصل له عمليه اكسده مين اللي حصل له عمليه اختزال. تعالى نقول. طيب هو مش الان ايه لما تفاعل مع السي يطلع لك ان اي سي ان. طب ما انا قايل لك ان اي مركب ايوني بيبقى مكون من شق موجب وشق سالب صح؟ طب ما هو الشق الموجب دايما بيفقد الكترونات والشق الموجب اللي بقى في الاول ده ما هو بيفقد الكترونات. طالما فقد الكترون فحصل له عمليه ايه؟ اكسده. وطالما هو حصل له عمليه اكسده يبقى هو عامل ايه؟ مختزل. طيب السي ال مش اكتسب الكترون يعني اكتسب الكترون وطالما اكتسب الكترون فحصل له عمليه اكسده حصل له عمليه اختزال طالما حصل له عمليه اختزال فهو عامل ايه؟ مختزل. فهم؟ يعني ايه برضه يا مستر؟ يعني انا مثلا لو قلت لك انا عندي ماده اكس اي ماده في الحياه وماده واو ماده اكس ماشي لا ماده اكس اتفاعلت مع ماده واو حلو فطلعت لي اكس وواي. لو انا قلت لك دلوقتي مين اللي حصل له عمليه اكسده ومين اللي حصل له عمليه اختزال وهكذا. بص يا مستر والله انا عندي الاول ده بيكون شق موجب والثاني ده بيكون شق سالب. حلو فالشق الموجب ده يعني فقد الكترون وطالما فقد يبقى هو حصل له عمليه ايه؟ حصل له عمليه اكسده اذا الاكس حصل له عمليه اكسده. طيب الواي حصل له عمليه اختزال لانه سالب فاكتسب الكترون حصل له عمليه اختزال. مين عامل مختزل؟ مين عامل مختزل حصل له عمليه اكسده فده عامل مختزل. حصل له عمليه اختزال فده عامل مؤكسد. فاهم؟ بص انت ما قدامكش خيار ان انت تفهم الاكسده والاختزال. ما قدامكش خيار ان انت تفهم الاكسده والاختزال عشان انت لو ما فهمتش الاكسده والاختزال دلوقتي هتتعب بعد كده مش هتعرف تفهمهم بعد كده فانت لازم تفهمهم ايه دلوقتي. ودي كانت الاكسده والاختزال. ان شاء الله هيبدا ينزل لك حصه فيها حل عن الاكسده والاختزال بس لان انا عايزك تكون طالع من ثالثه اعدادي فاهم يعني ايه اكسده واختزال ما تضيعش في ثانوي. حلو لان انت لو ما فهمتهاش دلوقتي مش هتفهمها في ثانوي وبعد كده في الكليه مش هتفهمها في كليه في اي كليه علميه انت هتخشها هتاخد اكسده واختزال تاني فانت لازم تكون فاهم كل الكلام ده والكلام ده ماشي ازاي وتحل كتير وانا هنزل لك حصه حل. حلو بس يا عم شكرا بس حصه